كما يدق في قلوب المصائب الكبار، فإذا دق هذا النور في قلوبهم لا بد من الكلام أو يكتبون، وإلا يحترقون وينخربون. فأراد أتاه الفيض الرباني والمسألة نتاج إلى البحث فيها، ويعلم من أصحابه لا يمكن لأحد منهم أن يباسطه، يعني بالباسط إلى سيدي محمد الغالي، لأنه صاحبه صيبه أكثر من 30 سنة. وقال: أين سيدي محمد الغالي؟ أين سيدي محمد الغالي؟ فقال سيدي محمد الغالي: أنا قلت قدماي هاتان على ركبة كل ولي. فقال سيدي محمد الغالي: يا شيخ أنت غائب أو هادئ؟ فقال: بل أنا هادئ على الكمال أقل فريق. فقال: كيف تقول ذلك والشيخ عبد القادر بن جيلان قال في خطة قدمي هاتي على ركبة كل ولي؟ فقال: نعم صدق، ولكن يريد أولياء سنين. أما أنا قلت لك قدماي هاتان على ركبة كل ولي يريد كل آدم إلى النبي. والأقدام عند القوم وهي المقامات، كل ما قالوا قدمي أو قدماي يريد المقام. الشيخ قال قدماي. أما الشيخ عبد القادر الجيلاني كان قطبا جامعا ووصل إلى مقام الختم، فلذلك قال قدمي هاتي، مقام واحد. وأما شيخ قدماه هذان وهو مقامين، مقامه المختوم بالخير ومقامه فوق مقامات. لذلك قال مولانا: ولولا أجيب الوقت قلت لأتكلم كثيرا في مولانا الشيخ رضي الله عنه بما لدي من علومه وأسراره، وأتكلم في مقامه وفي فضله على سائر الأولياء، وفي فضل طريقته، في فضل آخر طريقته، في فضائل إسراء الفاتح لما خلق، ولكن الوقت يعني ضيق، ولكن نمص قليلا فقط. فقال مولانا الشيخ رضي الله عنه: من أخذ طريقة التجارية يدخل الجنة هو ووالديه وأولاده وأزواجه ووالدي أزواجه بلا حساب ولا عقاب، ويجاهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن في الطريقة فضيلة إلا هذه الفضيلة لكفى. انظر رجل واحد أخذ الطريقة، أبويه ما أخذوا ما أخذا، وأولاده ما أخذوا، وأزواجه ما أخذنا، وأصحابه ما أخذوا، ولكن هو وعده يعملهم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب ويمر بهم وقت الحساب حتى ينزلهم الزل تحت العرش، ويقفون من عليها حتى يتم القضاء والحساب لله سبحانه وتعالى في عباده. فياتي الرسول صلى الله عليه وسلم فيفتح باب الجنه ويدخل هو واصحابه، فياتي مولانا الشيخ رضي الله عنه ويدخل مع اصحابه، وهذا الرجل يدخل ويعمل يعني داره وفيها ابويه واولاده وازواجه واصحابه ما ذاقوا الحساب ولا ما حسبوا وما ذاقوا الاداب، ويختلف الجنه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه حتى يعني يصل الى هذا